صباحكن حبايب قلبي، يا صباح الورد والياسمين لعيونكن حلوين. في سؤال براسي مش عم بعرف له جواب. هلأ بدي من المتابعين تبعي حبايب قلبي السوريين يردوا علي بهالسؤال، بس يكونوا على يقين. حلاوة الجبن حمصية ولا حموية؟ يعني إذا كانت هيك ولا هيك، بالحالتين هي كتير 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 طيبة. أكلة طيبة وسهلة، وبالشتوية شو بدنا غير كل شوي أكلة حلوة ترتب على قلبنا ونحن سهرانين دفيانين وكمان متحليين. خليكن معي حبايب قلبي، وما تنسوا تحطوا لي لايك وتعملوا كومنت حلو مثل قلوبكن الطيبة. بحبكن كتير 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 يا أحلى عيلة باليوتيوب كلها. اني اتفق انا وياكم انه اللي مضطر يعني حبكت معه بده يعملها وما عنده حليب سايل، اوكي استبدلها بالحليب البودرة. كل كاسة مي بدها ملعقتين حليب بودرة، بس ما يعني الطعمة مش رح تكون هي ذاتها. يعني طعمة الحليب الكامل الدسم يلي بخيره بتجيبوه بتعملوه بتفرق 100% عن طعمة الحليب البودرة. أنا بالنسبة لإلي إنه إذا كنت خلص حبكت معي هلأ وما عندي حليب، أوكي بقطعها بالحليب البودرة. بس أنا بعرف تماما إنه الحليب البودرة طعمته بتفرق كليا بالحلو عن الحليب التازة. وكمان في مكون كتير أساسي بالحلويات، يعني لما تعملوا أكلة حلوة بتظهر فيها كتير طعمة الزبدة. مثلا أي أكلة حلو بدكن مثل السينامون رول اللي شاركت الوصفة معكم حبايب قلبي، طعمة الزبدة كتير بتظهر بالعجينة. فلما تستعملوا انتو الزبدة الطيبة، الزبدة الحيوانية، رح تطلع معكم خرافية، رح تطلع معكم كتير طيبة. أكيد فيكم تستعملوا زبدة نباتية، فيكم تستعملوا الزبدة اللي موجودة عندكم، بس انتو إذا عم بتدوروا على الطعمة اللي كتير كتير بتحبوها، الطعمة اللي تطلع معكم مميزة، خلوا الحليب يكون سايل وتازة، وخلوا الزبدة تكون حيوانية وطعمتها طيبة. وهلأ روحوا لينا لنبلش بالحلو. بلش بالقطر كيستين من السكر، وانتبهوا بنفس الكاسة عيروا كل شي. كيستين سكر، كاسة ونص من المي. هلأ فيكن تحطوا بس تغلي المي شوي من حمض الليمون يا أما رشة من الحامض. أنا استغنيت عن هاي المرحلة وحطيت شقفة الحامض على البارد هيك بقلبه وبحطه على النار تغلي على مهلة تيتعقد القطر. بلش بالقطر لما خلص الحلو يكون القطر بارد وخالص. شوفوا قوامه بس برد كيف صار. هيدا هو المطلوب، لا هو كتير كتير سميك ولا رخو على الآخر. هلأ بنتركه على جنب ليبرد على الآخر، وبدنا نبلش بعجينة حلاوة الجبن. بطنجرة بدي انزل بالحليب السايل. بدي اعمل مش العجينة، بدي اعمل اللهم صل على النبي القشطة. المقدار مش كتير كبير، رح اعمل 3 كاسات من الحليب السايل. مثل ما شايفين تازة هلأ كان جايب لي حليب مفورته وعم باخد منه كرمال اعمل القشطة. يعني عن جد حلاوة الجبنة من الأكلات السهلة كتير وما بدها وقت لتتحضر. يعني مثل ما شايفين 3 دقايق 4 دقايق كان القطر خالص وبلشنا بالقشطة. 3 كاسات من الحليب السايل بدي احطلن 4 ملاعق من النشا، لأنه بدي القشطة تكون ماسكة حالها منيح، ونص كاسة من السكر. نص كاسة سكر ل3 كاسات حليب كتير منيح، يعني حلاها طلع منه كتير ظاهر ومنه قليل، الحلا مزبوط طلع فيها. ما تنسوا انه كمان عنا قطر رح نحليها بالقطر. بخفقن على البارد، بعدين بدور النار تحتن، ومثل العادة القشطة ما تتركوها كرمال ما تفتفت معكم، ايدكم فيها لتغلي، والكمية مش كتير كبيرة لهيك ما رح تاخد معنا وقت كتير لنعملها.
شفتوا كيف مسكت حالها وجمدت؟ هيك تمام. هلا ملك شو بتترك القصة بلا مواد ومزهر؟ مستحيل، بحبها كتير. بهاي المرحلة أنا زدتلها قطعة صغيرة من الزبدة وشوي من المزهر وشوي من الموارد، مثل ما شايفين يعني نقطتين من نقطتين مش أكتر. تعطي طعمة كتير طيبة. بس انتبهوا ما تضيفون انتو عم بتحركوها على النار، يعني هلأ النار مطفية تحتها، بس اطفي النار بضيفهم كرمال ما يمرمروا. شوفوا الله يبارك القوام، عن جد شي بشهي. هلأ كمان بنتركها حد القطر لتبرد ومنا نبلش بالعجينة. العجينة كتير سهلة. ايه بس شو بخبركن، يعني اللي كتافه عم يوجعوه ما يجرب يعمل حلاوة الجبن لأنه بدها قوة. هلأ بدي احط كاسة ونص من المي. ما تكتروا، كاسة ونص كفاية. وبتعمل اسم الله كمية محرزة، يعني مش انه كميتها قليلة. كاسة ونص مي مقابلهم كاسة من السكر. لا، نص كاسة من السكر. كاسة ونص مي، نص كاسة من السكر. وبدي دور النار وضلني احركن تيدوب السكر تماما. شو بدنا نجيب يا ترى؟ المساعد الرئيسي ها، ما تستغنوا عنه. وهتخلطوا بشي بلاستيك لانه رح يطق معكم. ملعقة الخشب، يعني عن جد أجادة ملعقة الخشب قدي متعبة بالتحريك. مدري نحنا النسوان دغري اوان بنتعب من التحريك. هلا ليدوب السكر بدي جيب كاسة من سميد حصرا ناعم، لا وسط ولا خشن، سميد الناعم. عم ورجيكن قدي ناعم يعني. انا عم بعد من حبة السكر العادية بمنيح ناعم على الاخر. ليه؟ العجينة شكلا وطعمتها تطلع اطيب بكتير بالسميد الناعم. وهلأ شوفوا دغري بتشرب المي. منحركها لتشرب المي كليا لتنشف، يعني للمي تنشف. نرجع نعيد شو حطينا. كاسة ونص من المي، نص كاسة سكر، كاسة سميد ناعم. قلب قلب قلب. هني بعدنا بالسهل، بعد ما اجا الشغلة المتعبة ها. لقدام شوي بتبلش التعب. شفتوا كيف شربت المي؟ الله يبارك. هيك صارت جاهزة لننزل الجبنة. هلأ بالنسبة للجبنة فيكن تحطوا جبنة عكاوي، الجبنة الحلوة العكاوي أو الجبنة الشغالة بيقولولها بالمحلات. وفيكن تحطوا الموزاريلا اللي أنا استعملتها. أنا ما كان عندي العكاوي، استعملت الموزاريلا. كمان نتيجة بتطلع كتير طيبة يعني. بس شو موجود عندكم فيكن تستعملوا عكاوي أو موزاريلا. بدي حط كاستين كبار، نفس الكاسة مثل ما قلت لكم، بنفس الكاسة اللي عم حطهم بدي مليه على الآخر بعوز كاستين من الجبنة الموزاريلا. وهلأ هون يعني يلي جوزها بالبيت تعيط له بصراحة يبلش يقلب لتدوب الجبنة. مثل ما شايفين بضلني أحركها تدوب كليا. ايه بس شو منظرها بس هيك تدوب على الاخر الجبنة وتبلش تمط معكم. هلا بتشوفوا بالفيديو، عن جد بينسيكم التعب. بتضلكن تحركوا لتمط معكم على الاخر، ما تطفوا والنار هادية. يعني هون بلشت تدوب الجبنة معي. شوفوا صلى على النبي هالمنظر، يا سلام. ما تخبروني. انا رجعت اشتهيتها هلا، عم بعمل دوبلاج للفيديو رجعت اشتهيتها. كتير سهلة، ما بدها مكونات كتير، بس بدها شوية هيك زنود قوية لتبلشوا تحركوا فيها. شوفوا كيف بس تدوب منظرها روعة. بتصير تقلكن لحالكن أنا خلصت. بهالوقت حبايبي أنا مدوبة ملعقتين كبار من الزبدة الحيوانية.
لأنه لحوظة. هلا بشوفوا بشو رح أوضع. شوفوا 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 شوفوا، قوي قلبكن قوي قلبكن. الله يبارك يا عيني. نرجع نعيد قبل ما نشيل على النار. كاسة ونص من المي، نص كاسة سكر، بنحركهم ليدوبوا، بنضيف عليهم كاسة من السميد الناعم وكاستين من الجبنة الموزاريلا. هاي الزبدة اللي دوبتها أنا مادي نايلون غذائي على المجلة، وحطيت على النايلون زبدة. هلأ حلاوة الجبن عم تغلي، يعني نار. أنا ما عملتها بإيدي، فيكم بإيدكم تصيروا تعجنوها لتشرب الزبدة كلها، تاخد طعمة الزبدة كلها. بس أنا يعني مساعدتي المفضلة ملعقة الخشب عينتني بهالمرحلة، لأنه نار نار، العجينة كتير سخنة. ضلكن قلبوها يمين وشمال لتفوت الزبدة بقلبها كليا. شفتوا ليه بقلكن خلوا الزبدة تكون حيواني، لأنه طعمة الزبدة كتير رح تبين هلأ هون. وأنا مستعملة زبدة كتير طيبة، عطتها نكهة رائعة. يعني ستبات صغيرة بتفرق معكن الطعمة 1,000,000%. ما تستغنوا أبدا عن النايلون اللي تحت، يعني هاي شي أساسي، كأنه كتير رح تعذبكم بلا نايلون. من مد نايلون تحتها، وهلأ بتشوفوا كمان نايلون فوقها. هيك تمام، شربت الزبدة كليا. وبدي احط النايلون فوقها تقدر مدها وشكلها. شو سماكة العجينة المفروض تكون؟ حبايب، مثل العجينة اللي بنشتريها من برا، بتحسوها لا هي سميكة ولا هي رقيقة رقيقة رقيقة، لأنه كمان طيب إنه تحسوا بطعمة العجينة، يعني وسط. حتبين معكم السماكة قديه. فردتها بإيدي شوي، وبدي استعمل الشوبك كمان هلأ. هي المطلوب بس. يعني ماني عم بقسى الشوبك، انتبهوا. يعني أنجأ عم مشيه على العجينة. هيك تمام. هلأ بعلي النايلون اللي فوق، وبدي بلش حط بالقشطة. هلأ القشطة أنا عملتها بحليب تازة ونشا. انتو فيكن تزيدوا عليها قريشة، يعني بالمرحلة هي وباردة القشطة. فيكن بس حطيتوا الحليب والنشا، فيكن تزيدوا عليها مثلا علبة قشطة معلبة من برا. فيكن بس تخلص القشطة عندكن قريشة تضيفوا معها، بس تخلص القشطة كليا وتبرد تضيفوا معها القريشة، كمان بتعطيها غناوة كتير طيبة. بس أنا ما كان عندي قريشة ولا قشطة، فلهيك عملتها بالحليب التازة والنشا، وطلعت كتير طيبة، لأنه كمان ضفتلها زبدة حيوانية للقشطة. مثل ما شايفين لفيتها. وهلأ بدي أقطعها، يعني أسهل من هيك ما بقى فيه، ما تقولولي. يعني فعليا ما أخدت معي كل الشغلة على بعضها ربع ساعة. شوفوا هالمنظر، يا سلام قلبي. أنا عم بشرب قهوة، أنا عم بعمل الدوبلاج، واشتهيت هلأ مع فنجان القهوة. يلي وصل لهي الدقيقة من الفيديو، حطيتوا لايك للفيديو، اشتركتوا بالقناة، بحبكن كتير كتير. شوفوا لي هالمنظر هلأ. اوه غير شكل. اكتر شي بيلبق له الفستق الحلبي. شفتوا اسم الله الكمية، يعني كمية محترمة، منا كمية قليلة ابدا. هنا والف عافية لكل مين اكل، وصحة وعافية للي رح يجرب الطريقة وياكل كمان. بدنا نحطها بالبراد تبرد لانه شي ساعة، يعني فيكن تاكلوها دغري، بس صدقوني طعمتها بس تبرد بعد اطيب بكتير. هلا القطر، مرحلة القطر مسقع،
وبنزل عليها بالقطر. انا زوجي بصب له الصحن وبحط له كمان فوق القطر اللي رشيته جونطاس قطر على جنب، بحب يغطسها هيك، يحطها بقلب القطر ويشيلها عاد ما هو كتير طيبة بتطلع، كتير كتير كتير. ما شاء الله، الله يبارك يا رب. بس شوفوا لي هالمنظر بين عندكم، شوفوا يعني حلاوة الجبن بالبيت شي تاني، شي فاخر على الآخر. بس بدي ورجيكم قوامه ليكو. نغنغت نغنغ بالقطر والفستق، يعني عن جد عن جد. يلي قاعد مقلي الخاصية تحت الغطا قوموا بسرعة واعملوها. أنا مش رح دوق بنتي هلأ جد جد. أي شغل أطيب؟ يا شو بتتوقع إلك؟ لا أصدق أكيد أنت، يعني المؤكد يعني، مش لأنك أمي أو شيء، حلو؟ لأنه الحلو عن جد على التمام على المسطرة. مش حلو بالبيت أطيب بألف مرة من الحلو من المحلات. الله بكون مع هالمنظر التحفة هيدا والطعمة، بدي بس فنجان قهوة. بعدين المنظر لحاله عم يحكي، عم يحكي ايه؟ عم يحكي عن حلاوته. هيك وقعت على حالي. اللي بيقولوا اللي بوقع على حاله تجي هدية. شو يا موني بدك تجيبي لي هدية؟ أكيد. حبايب قلبي، أنا لهون بدي أختم الفيديو معكم. بشوفكم إن شاء الله فيديو جديد، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لي لايك وكومنت حلو مثل قلوبكم. وأنا هلأ رح أتركها شوي بالبراد بس تتسقع لأني بحبها مسقعة، بينما أعمل الفنجان قهوة بتكون هي سقعت، نقعد ومناكلها. بحبكم كتير كتير وبشوفكم فيديو جديد. حطوا